كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وايامكم كلها سعيدة وهنا يا رب. قولوا طريق تعالوا بقى ياكلوا معانا كده. ما كانتش اي حاجة من السوق. كانت انا معاكم؟ لا انت قاعد شغال وبس كده؟ وزي كل سنة ربنا ما يقطع لناش عادة يا رب، لازم بقى نوضب حاجات العيد كده. كنا جايبين بقى حلويات والفاكهة وعملت كاستر، وطبعا بقى الكحك والبسكوت والغريبة والبدفور. كنت هعمل غريبة وبدفور زي كل سنة، بس لقيت جايينا كده يعني، وقلت بقى خلاص بقى مش هينفع انا اعمل، وبرغم ان اللي بره ده ما بيبقاش حلو خالص. وعملت بقى جيلي وكاستر، ووضبنا بقى الشوكولاتات والحاجات بقى كده. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا ما يقطع لناش عادة يا رب، وتعود علينا وعليكم الايام بخير. بس رمضان كان حلو بصراحة. احنا هيسنا صحيح في اخر 3 ايام من الحر، لان الجو بدأ يحرر اخر 3 ايام من رمضان. بس حلو، بتبقى ايام حلوة ومبروكة كده، وربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. وهنا بقى في الركنة التانية الجديدة ديت او المجلس الجديد ده، آه حطيت بقى برضو فيها يعني الحاجات بقى اللي هي التسالي ديت، وحطيت برضو شوكولاتات، ونبت حلبة والتربس، وكنت عاملة برضو الكريم كراميل يعني. بنتي بتقول انت عودتي يا ماما انت كل عيد تعملي حاجة جديدة. قلت لها والله بتيجي بالنيات كده، ما بيبقاش قصد اي حاجة. يعني انا ديت دافعة فلوسها من شهرين فاتوا، بس مش عارفة الراجل بتتصادف معاه كده ان هو يجيب لي الحاجة يوم الوقفة بظروفها كده. فبقول يلا بتبقى حلوة وتغيير وشكلها جديد كده، وبتيجي بعد ما اكون نضفت وخلصت، فما بضغطش عليه، بيخلينا للاخر بيبقى عنده عرايس وكده وناس يعني وكده. بقول مش مهم، خلينا للاخر. بنتي بقى كانت مصممة ان الركنة التانية ديت اللي انا اشيل الفرش من عليها، بس قلت لها هو نضيف، خليه بقى على العيد الكبير ويكون اتوسخ، اشيله اغسله ونقضوا بها العيد وهي معمولة. بس هي راكوا فيها بصراحة مريحة، المجلس ده مريح. وهنا برضو كنت عاملة صينية برضو كده لحماتي، هي لوحدها مفيش حد معاها. عملت لها صينية كده، وبقت تقول لي والله انت منزله ليه، ما انا بطلع على طول قاعده معاكم باكل معاكم. قلت لها ومالي برضو عشان لو حد جالي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايوه ما تكتروش من الحاجات ديت، عشان خاطر بتتعب بجد والله. ما تكتروش منها وحذروا يعني، كلها حاجات بسيطه. الركنه ديت جت ليله الوقفه. عيب تعمل الوقت. ما ترددش الكلام بغبغاء. كل وقفه كده بتيجي بظروفها والله. بعت القديمه وعملت الجديده ديت الحمد لله. عايزه ايه جنى؟ عايزه تتكلمي؟ عايزه عايزين نتفسحوا. انا ما بحبش اطلع بره. عمتين خلينا قاعده هنا واروح اطلع. بص البتاع اللي جت في البيت بتعمل ايه؟ ده ليه؟ بتاع عامله زي حاجه البحث. قشرة ليه؟ مش حد بقى معايا على الاستاذ دي. انت كنت فاهم؟ كان في كفر الشيخ ومأجر موتوسيكل وراكبه في تالتة ابتدائي من ورايا. ايوه من ورايا. وعندنا عيل النهارده الصبح كده على الصبح انا معرفوش، بس الناس بتتكلم عنه يعني الله يصبر قلب امه. طالع بالموتوسيكل على الاسفلت كده العربيه من الجدال، هو واخوه توأمه. يعني الله يصبر قلب امه. واحد في الانعاش وواحد مات الله يرحمه. ايه اللي وداك كفر الشيخ؟ وهي الحمار اللي في عينك من جوه دي؟ الولد حاجه في عينها طلقه في عيناه. كان بيتعالج. كنت بتعالج. انت عامل زي السخط، عامل زي يعني انت نفسك كده قد السخط، ما فيهاش ضرب. ايه اللي وداك كفر الشيخ؟ وايه اللي خلاك تأجر موتوسيكل؟ طب قلت له رايح اصلي العيد طرحت ما جيتش. الساعه كام دلوقتي؟ مش عارف. الساعه 4 ولا ما اعرف 4 ونص. ايوه 4:30. كنت فاهم؟ شوف عينك عامله ازاي، ده انت عاوز تروح للدكتور عيد حاضر ونعم. شغال ولا في دماغك. ده من عمتك. ايه
جايب الحته الحلوه. طب امسح بقى، امسح في المنديل، امسح امسح. عاوزين تروحوا فين بقى؟ عايزين نروح كفر الشيخ. يا شيخ والله ما انا رايحه كفر الشيخ عشان خاطرك، انا كرهت كفر الشيخ. يلا ليه؟ احنا هنروح عند المراجيح. رايحين عند المراجيح. يلا واحنا نجري بسكليت معانا وتشربي. ونقوم ترقص لك شويه. عادي. اقعدي قدم شويه. هذا هو بكره. ده حلب الله العسل. بلندي في قلقلة ما بحبهوش. انت نظرك مفتوح من هنا. ازاي؟ الحق يلا، حلق يلا. خد معاه. ماما يلا. ماشي يلا، كل سنه وانتم طيبين وشوف وشكم بخير، ولو رحنا فسحناهم هبقى اصورهم كده. يلا مع السلامه. فين بقى النظافة اللي احنا نظفناها؟ والله الستات دي غلابة ومظلومين. بس ربنا يخلي الحبايب يا رب، ونتنينا ايه نشتغل على طول كده ونعمل. يا دخت يا سيف. تعالى هنا تعالى هنا. هركبك. انت دخت الواد ده كلاشة. دخ على فكرة. لا لا خلاص هو وقف اساسا. ماشي هركبك. شوف الواد بيلف نفسه ازاي. يعني هي على حسب اللي يلفها. هو اللي بيلفيه. طب بالراحة يا ابني. هو فرحان بالله. ده انا دوخ. اركب يا سندي. لا 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 عشان ما تدوخ. مش هدوره. لا لا بالراحة يا باسم. كده ودي. يلا يا اياد. هو مش عارف. بالراحة يا باسم يا مفتري. بس يا حبيبي مع خفاك. يا نهار ابيض، وجعت حتى
طلعتها لوحدك؟ اتكلم ايه؟ سهلني سيف العيد اللي فات اتنطر من ده الواد سيف نزل وجه جاي مقلوب على طول. هو حرامية بالظبط.